رينجز اوف باور ما بين الموسم الاول والموسم الثاني في فرق كبير قوي. نقدر نقول ان الموسم الثاني بيخلي الموسم ينتهي بالطريقه اللي تحمسني فعلا للموسم الجاي، ودي حاجه انا ما كنتش اتوقع ان هي تحصل. الكتابه افضل من الموسم الاول، اداء الممثلين زي تشارلز فيكرز كاناتار، طبعا الاداء العبقري لتشارلز ادوارد كليبرنبور. في حاجات كتير عايز اتكلم عليها في الحلقه الاخيره، هيتبنى عليها احداث مهمه ومعارك اكتر في الميدل ايرث في الموسم الثالث. ادار اللي بيجاوب على النقاش اللي كنا بنتكلم فيه طول الموسم عن الاوركس، هل هم كائنات وحشيه بطبيعتهم بعد ما ادار كان بيعاملهم كاطفال وبيتم خيانته. اناتار وكليبرنبور في اخر مشهد بينهم كان مليان مشاعر، الاتنين بعد الوقت اللي قضوه مع بعض في صناعه الخواتم فهموا حاجات كتير عن نفسهم، وكليبرنبور بيقول له كلام يمكن هو الوحيد اللي اثر في سارون لدرجه انه دمع، فممكن كان بيقول له الحقيقه. إيريجيون بتسقط وفي نفس الوقت الاوركس بيتبعوا قائد جديد، بس المره دي مش بداعي الحب كأدار، لا بداعي الخوف من سارون. بنشوف ظهور وحش البالروج والملك بيترك الخاتم لابنه وهيستخدمه بس مش عارفين امتى. الحلقه فيها نظريات ومعلومات كتير، زي ما قلنا فالراجل الغريب هيكون جاندالف. اخيرا مش هنقول الراجل الغريب، خلونا نبدا بعنوان الحلقه الاخيره اللي كان باسم الظل واللهب. سارون وجيشه هما الظل واللهب هو وحش البالروج اللي شفناه. الحلقه بتبدا في خزات دوم، دورين بيطلب من دورين الاب انه ما يستخدمش الخاتم، لكن ده ما بيحصلش. بنشوف جبال من الميثريل، المعدن الاغلى في العالم واللي يعتبر بدايه جديده في عصر الاقزام، هيساعدهم يكونوا مملكه لا تقهر، وده هو كان طموح الملك لما لبس الخاتم. في الاخر الملك ما كانش عايز الميثريل لنفسه، هو كان عايز يخدم مملكته وشعبه، لان الاقزام الجشع اللي عندهم مش بيكون اناني، فهو كان مبسوط ان ابنه هيكمل السلاله، لكن بيستيقظ اللهب. بنشوف البالروج لاول مره اخيرا، يعني بيكون ليه دور كبير في الحلقه، بيسحب الملك من رجله، تقريبا هي نفس اللقطه اللي شفنا فيها جاندالف بيتسحب من البالروج في الافلام. وللعلم فوحش البالروج المفروض ان هو شكله مخيف، فهو مش اقوى وحش بالروج موجود في العالم. وحوش البالروج كلها ليهم قائد واحد كان موجود في العصر الاول مع مورغوث، كان معروف باسم جاثموك، هو اعظم بالروج اتوجد، وكان القائد الاعلى لقوات انجباند المعروفه برضو باسم ايرون بريزن او السجن الحديدي. كانت قلعه لمورغوث كان فيها جيشه وكل اتباعه. جاثموك كان اكبر من الحجم الضخم اللي بنشوف فيه وحش البالروج في الافلام والمسلسل. اعظم ميار تابع لمورغوث، قدر يقتل 2 من ملوك نولدور، والوحيد اللي ممكن يكون بنفس قوته هو سارون. بنشوف لقاء بين الساحرين اللي اخيرا عرفنا هم مين في اخر الحلقه. الساحر الشرير بيتكلم مع جاندالف عن منوي ان هو اللي ارسلهم. منوي هو ملك الفالار، يعتبر اكتر واحد حكيم منهم، هو اللي نزل الميار للارض عشان يحاربوا سارون وجيشه. اختار 5 من السحرة، منهم راداكاست وجاندالف وسارومان والبلو ويزردز. الساحر الشرير هدفه هو سارون، بس مش عشان الخير والسلام، هو عايز يكون بديل ليه، وده هيكون اقل شر من وجهة نظره. جاندالف بيرفض والاتنين بيتواجهوا، وبنرجع لنومينور اللي لسه بيحصل فيها مؤامرات من فارازون اللي بيتهم الملكة انها طلبت مساعدة من سارون عشان وحش البحر يسيبها تعيش وتكون بريئة، وبنشوف بقى شوية فوضى من الاخر. سقوط اوراق الشجر اللي في نومينور هي علامة على الحزن، دموع الفالار، ودي حصلت قبل كده في الموسم الاول لما الملكة ميريل رفضت تساعد جالادريال وطردتها من نومينور، لكن دموع الفالار او اوراق الشجر خلت قرارها يتغير. وبنشوف في المشهد الملكه ميريل وهي بتدي إلينديل السيف المعروف في عالم تولكين كله، هو النارسل، هو سيف إلينديل اللي كان معاه في حرب التحالف الاخيره بين الالفز والبشر، السيف اللي قدر يقطع ايد سارون ويوقع الخاتم في الحرب وبعدها اتكسر لاجزاء. وفي العصر الثالث بيتم اعاده ترميمه عشان نشوفه مع وريث إيسيلدور وهو اراجون، بيستخدمه عشان يرجع لعرش جندر، بيقاتل بيه جيش سارون وهو واحد من اقوى السيوف في عالم لورد اوف ذا رينجز. معركه إيريجيون كانت لسه مكمله في الحلقه، بس المشاهد الرئيسيه في الحرب بالنسبه لي خلصت في الحلقه اللي فاتت. كل اللي بنشوفه بعد كده هو انهيار الالفز، مظاهر التدمير اللي عملها الاوركس، وكل ده بيوصلنا لنهايه قصه اناتار كليبرنبور، العمل العظيم اللي نهايته كانت مأساويه. في الكتب كانت نهايه كليبرنبور يمكن اسوأ، لان سارون قرر يسجنه ويعذبه
لحد ما يعترف بمكان الخواتم السبعة للأقزام والتسعة للبشر، لحد ما بيقرر انه يعلق جسمه في نص المعركة قدام إلروند وكل الإلفز الباقيين. الأوركس بيرموا عليه السهام لحد ما بيموت. في المسلسل سارون بيقول له ان هو صانع الخواتم الحقيقي. كليبريمبور في آخر جملة ليه بيقول ان الخواتم هتدمرك وانك ظل لمورغوث، في يوم هيجي خاتم واحد بس هيدمرك انت وكل حاجة بتعملها. وهنا بنشوف ان القصة اللي بدأت بينهم بحقيقة بتنتهي بحقيقة تانية. كليبريمبور لما قابل سارون لأول مرة وعده ان هو هيصنع شيء عظيم ما كانش موجود قبل كده ولا هيشوف حاجة مثالية بالدرجة دي، وفعلا ده حصل والخواتم اتصنعت. بس من ناحية سارون فالقصة بدأت بكذبة وانتهت بكذبة تانية، لما سارون قال له في الأول ان هو مبعوث من الفالار عشان يساعده، وفي الآخر بنشوف سارون بيقول ان مستحيل الخواتم تدمره لان هو صانعهم الحقيقي. وكلنا عارفين طبعا القصة انتهت على ايه. الشخصيتين دول طول المسلسل كانوا ثنائية اتمنى اشوف شبهها اكتر في المسلسل، لان اي مشهد ليهم كان فيه حوارات ومعاني كتير غير مباشرة، معانيها ما كانتش بس على الخواتم، لا على الصورة كلها. المعركة المستمرة في الارض الوسطى بين الخير والشر، العبقرية اللي ممكن تصنع سلاح ينتصر به الشر، ونفس العبقرية اللي ممكن تكون هي نور بينقذ الإلفز من الظلام، بيساعد الأقزام على بناء مملكتهم العظيمة، والبشر يكونوا في المكانة اللي يستحقوها. تشارلي فيكرز وتشارلز إدوارد هم أفضل ممثلين في المسلسل كله بالنسبة لي. وبما إن كليبريمبور خلاص دوره انتهى، فلازم في الموسم الثالث نشوف شخصيات فيها عمق وتعقيد وصراعات نفسية، لأن هي دي الحاجات اللي بتخلي المسلسل يتطور وبتخلي أي حد يتفرج يتعلق بالشخصيات اللي بيشوفها. استغربت قوي لما شفت سارون بيدمع، ما كنتش اتوقع ان ممكن يكون عنده مشاعر زي كده. فكره ان كلام كليبريمبور كان حقيقي لدرجه انه اثر عليه، انا ما توقعتش الصراحه، خصوصا لما بيدخل عليه جلاج حسيته بيقول له كده هو انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه. وبنروح لإيسلدور، وفي نظريه قريتها كده وعايزه اشاركها معاكم. فاكرين الارمي اوف ذا ديد من افلام لورد اوف ذا رينجز؟ لما اراجون كان بيحاول يستدعيهم عشان يساعدوه في الحرب، ثيو هو الملك اللي كان بيتكلم مع اراجون. احنا عارفين ان إيسلدور لعنه لانه خانه، فالشخص الوحيد اللي هيحررهم هو وريث اراجون. فهل ممكن يكون ثيو هو نفس الشخص؟ وفي نظريه برضو بتقول ان ثيو ممكن يكون ذا ويتش كينج. بس بما ان المسلسل مختلف عن الروايه في احداث كتير اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت، فكل حاجه مش معروفه. زي ما في عيوب ان هم مختلفين في القصه مع الكتب، فالموضوع ده ليه مميزات وهي انك مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. انا كنت نسيت ان بيريك وإيسلدور كانوا يعرفوا بعض من كتر ما المسلسل شتتني في الاحداث اللي حصلت، يعني ما قابلوش بعض من ساعه اول 3 حلقات مثلا في الموسم الاول. لولا انهم حضنوا بعض واتكلموا وانا ما كنتش هفتكر اصلا ان هما كانوا صحاب. بنرجع لجلادريال ومشهد غريب انا حاولت افهمه، هو عجبني بس انا فعلا مش فاهمه. ادار بعد ما بيستخدم خاتم جلادريال بيرجع لشكله العادي كانه الف طبيعي. وكنت بقرا من يومين كده عن ناس بتتكلم ان ممكن يكون ادار هو زوج جلادريال كليبرون اللي ما ظهرش لحد دلوقتي مع انه المفروض يكون موجود. بس لما شفت ادار ورياكشن جلادريال اللي هو انا اعرفك، قلت هو ايه ده بقى، انا مش فاهم حاجه. كل ده كان من تخيلاتي الغير منطقيه الصراحه. ومهم ان هم قعدوا يتكلموا عن فكره القضاء على سارون بما ان معاهم تاج مورغوث اللي بقى منه بعد حرب الغضب ضد الفالار، ومعاهم الخاتم نينيا خاتم جلادريال. اما بقى جلوج الاورك اللي كان عامل مشاكل ودوره مهم في الموسم ده، شويه نشوفه بيقول انه عايز يعيش في سلام ومش عايز الحرب، شويه نشوف له طفل صغير بيكون عيله، شويه تانيين بقى يعترض على قرارات ادار. ما توقعتش خالص ان هو اللي يقتل ادار ونشوف نفس المشهد اللي حصل في الحلقه الاولى. الاوركس بيتجمعوا على سارون وادار وبيقتلوهم. يمكن ادار هو افضل اضافه للمسلسل، من غيره فالمسلسل حقيقي كان هيكون فيه هدوء طويل لحد ما سارون يشارك في الاحداث، بس كنا هنشوف وقت اكتر لسارون على الشاشه. بس لا، ادار قدم اداء يعني خلى ناس كتير تتعلق بالشخصيه اللي بتتقدم لاول مره في العالم ده، كون ان هي مش موجوده في الكتب. وبالمناسبه دي اول مره من وانا صغير اجمع كتب تولكن مترجمه، 3 كتب للورد اوف ذا رينجز، مش عارف انتوا شايفينهم ولا لا. صراحه حوار ان انت ماسك الكتب بايدك ده يعني هو مختلف عن البي دي اف بجد. كتاب ذا سيلماريليون وذا هوبيت، يعني انا الكتب تقيله الصراحه، فانا مش عارف احطها لكم او اوريها لكم، بس انا هصورهم واحط لكم الصوره وانا بتكلم كده احسن بدل اللي انا بعمله ده. بفكر لو مهتمين اعمل لكم حلقه كل اسبوع نتكلم فيها عن حاجه في عالم لورد اوف ذا رينجز، كائنات غريبه. الصراحه في فكره حلوه في دماغي كده عايز اعملها، بس يعني الموضوع متوقف عليكم. لو انتوا يعني متحمسين للفكره دي فبقولوا لي تحت في الكومنتس، ممكن تنزل تقول لي دلوقتي وانت بتتفرج. وبالمره
تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو لسه مش عامل سبسكرايب، يعني ظبطوا الدنيا بقى. بنشوف إيريجيان بيجي لها مساعده من الاقزام. كان نفسي اشوف مشاهد اكتر والاقزام بيحاربوا، بس مش عارف ليه حسيت ان في مشاهد كتير اتحذفت من الحلقه. كانت هتبقى تكمله ممتعه للحرب اللي حصلت في الحلقه اللي فاتت، لان انا لسه مش مكتفي، انا عايز مشاهد ومعارك اكتر من كده. المشهد بين جلادريال وسارون وهم بيحاربوا بعض كان ممتع، ايقاعه سريع، سارون بيحاول ياثر عليها لانه قدر يعملها قبل كده. بينتهي بانه بياخد الخواتم، بس ما بياخدش خاتم جلادريال اللي بتقول له في الاخر عالج نفسك، وبترمي نفسها في مشهد كده. جلاج بيظهر وبيفكر نفسه بيكلم ابوه ادار اللي بيحبه، لسه هيقول مع سارون ولازم ننسحب عشان الاوركس بيقتلونا. سارون بيقتله وبيبص للاورك اللي وراه، بس خلاص يا كبير اللي تشوفه واجي لك وقت تاني. طب والله المسلسل بيطلع منه كوميديا حلوه ساعات. اروندير ما ماتش زي ما توقعت الحلقه اللي فاتت، صعب ان هم يضحوا بالشخصيه بالسهوله دي بعد كل الوقت اللي قضاه، ويعتبر ما عملش حاجه مهمه غير انه ظهر وانقذ جلادريال وساعدها تهرب. جيل جلد مش بيقدر يعالج جرح جلادريال، لان زي الافلام لما فرودو حصل له نفس الجرح او الطعنه ما قدرش يشفى بكل سحر الالفز. حتى نفس الجمله تقريبا جيل جلد بيقولها، ان روح جلادريال اتسحبت للظلام. بنشوف نوري بتقرر ان هي تسيب جاندالف عشان يكمل طريقه. بالمناسبه الاختفاء اللي هيحصل للهارفوتس ده او الهوبت من الاحداث الفتره الجايه غالبا مش هيظهروا تاني، وهيكونوا في طريقهم عشان لما يظهروا بعد كده نشوفهم اكتشفوا المكان الخاص بيهم، المقاطعه او ذا شاير. جاندالف اخيرا بيلاقي العصايه اللي بيدور عليها من زمان. هنشوف ارك جديده للشخصيه دي في الموسم الثالث. خلاص بقى انتهى موضوع انا مش عارف انا مين واسمي ايه. لما بيتكلم مع توم بومبادل بيعرف ان العصا هي اللي بتلاقي الساحر مش العكس، واخيرا بيعلن عن اسمه وهو جاندالف. احنا عارفين من الموسم اللي فات لان كل التلميحات كانت بتقول ان هو ده جاندالف، صعب يكون حد تاني، الا بقى لو هم جابوا شخصيه تانيه وخلاها تقول الجمل اللي جاندالف مشهور بيها. جاندالف. بنعرف ان دورين ليه اخ وهيرجع عشان يطالب بعرشه، وكمان ما ننساش ان الخواتم لسه موجوده، وخاتم دورين ما ضاعش لما وقع مع البالروج. اما جلادريال بتصحى في مكان معروف بانه محمي من الالفز، المكان ده هو ريفندل. وبنوصل لتقديم الموسم الثالث في اختيارين، ان الالفز يهاجموا جيش سارون او يرجعوا ويدافعوا، والحلقه بتخلص وجيل جلد بيرفع سيفه، ومش عارف ليه الناس كانت مبسوطه يعني، بس ماشي. ورسميا بينتهي الموسم الثاني من مسلسل رينجز اوف باور. الموسم الثالث فيه حاجات كتير مش هنشوفها ولازم يتعوضوا. اناطار كليبريمبور والحوارات اللي كانت بينهم، ادار اللي كان شايل المسلسل وقت ما سارون كان لسه هالبراند. اتوقع ان تقديم القصه والشخصيات انتهى في اول موسمين كده، والموسم الثالث هيكون فيه معارك ومؤامرات. نومينور ما بين المخلصين، وإليندل اللي هرب وهيحاول ان هو يجمع ناس معاه عشان يهدد الملك. سارون اللي هيوصل للشكل المخيف اللي احنا عارفينه وهيسلم الخواتم للبشر طبعا. الاقزام ومين هيقدر يسيطر على العرش. الالفز اللي بيستعدوا من تاني عشان يواجهوا قوات سارون في معركه انا اكيد متحمس لها. واخيرا صناعه الخاتم الاوحد، بعد ما شفنا سارون مع مطرقه فيانور اللي صنعت احجار السيلماريليون قبل كده. لو هتتفق معايا فالموسم الثاني كان مفاجاه، لان ناس كتير كانت فقدت الامل في المسلسل وبدات تشوف ايه الافلام اللي هتتعمل. عندنا فيلمين هيتعملوا عن عالم سيد الخواتم، منهم فيلم خلاص رسميا وعندنا معلومات كتير عنه، ذا هانت فور جولوم، رحله جاندالف واراجون ان هم يلاقوا جولوم. والممثل ايان ماكلين قال انه مستعد يرجع للدور من تاني وهو عنده 85 سنه. وفي فيلم تاني برضه بس لسه معرفش معلومات كتير عنه. بس بيتر جاكسون مخرج الترولوجي الافضل في تاريخ السينما هيشارك في الفيلمين كبروديوسر. عالم تولكن بالنسبه لي حاجه تانية، يعني انا من جيل هاري بوتر، بس انا ما شفتش هاري بوتر الا في 2016 مثلا لاول مره في حياتي. فمن وانا صغير وانا كنت متعلق بافلام لورد اوف ذا رينجز، ولما كبرت اهو بدات اقرا شويه في الكتب والروايات. فاي حاجه هتحصل ليها علاقه بعالم تولكن او سيد الخواتم هتلاقيني بتكلم عليها هنا في القناه. انتوا ايه رايكم في نهايه الموسم الثاني؟ ايه افضل حلقه بالنسبه لكم؟ وما تنساش لو عجبك الفيديو ان انت تعمل لايك، لان ده فعلا بيفرق جدا. ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان لما انزل فيديو يوصلك على طول، لانه في الغالب مش بيوصل، بس يعني حاول ان انت تعمل كده. ولو عايزين فيديوهات تانية عن عالم سيد الخواتم برضو قولوا لي تحت في كومنت، الموضوع متوقف عليكم والله. انا عن نفسي في فكره انا هموت واعملها، فنفسي الاقي الناس فعلا مهتمه بالعالم ده زي ما انا بحبه. عموما مستني اراكم تحت في الكومنتس، خلونا نتناقش. شكرا انك اتفرجت عليا لحد هنا. انا علاء اسماعيل، موجود على الانستجرام، بنزل هناك ترشيحات افلام ومسلسلات، فلو مهتم ممكن تعمل لي فولو. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.